أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. الفيديو بتاع النهاردة ده هنبتدي نشوف طرق مختلفة انت تقدر انك تكون بتعمل بيها مصدر دخل من الانترنت. زي ما انتوا عارفين وشايفين ظروف العالم حوالينا، الطريقة التقليدية اللي بيها انك تعمل فلوس وارد في اي لحظة تقف. لو انت بتفكر في تجارة معينة، لو انت بتتحرك بتبيع وبتشتري منتج، خلي بالك وركز قوي. عشان كده انك تجو اونلاين، انك تتحرك اونلاين، دي حاجة محبذة جدا في الوقت ده. خلينا نبدأ مع بعض. بس قبل ما نبدأ انا عايز اوريكم النقاط اللي احنا هندرسها مع بعض. اول حاجة هنشوف ايه هو البيزنس. ايه هو البيزنس اللي انت هتتحرك فيه. تاني حاجة الاستثمار الأولي. الاستثمار الأولي اللي انت محتاجه علشان تكون بتبدأ البيزنس ده. النقطة اللي بعد كده انت محتاج وقت قد ايه علشان تبتدي تشوف ربح. طيب بعد كده ايه أول ربح ينفع ان انت تخرج بيه، تمام، في خلال وقت قد ايه. بعد كده المخاطرة بتاعة البيزنس ده قد ايه، كام في المية يعني. ثم بعد كده هل البيزنس ده محتاج تسوق له ولا الموضوع أبسط من كده. وأخيرا هندي ريتنج أو مقياس كام من 10 للبيزنس ده. أوكي، خلينا نبدأ مع بعض بأول حاجة، هي صناعة المحتوى. صناعة المحتوى، لو أنت شاطر في حاجة معينة فبكل بساطة انت محتاج انك تبتدي تعمل فيديوهات في الحاجة دي. طب ايه الاستثمار الاولاني اللي انت محتاجه؟ ايه الاستثمار الاولاني لو انت هتعمل محتوى؟ انت مش محتاج زيرو، مش محتاج تحط اي فلوس، انت كل محتاجه موبايل بسيط جدا وتبتدي تسجل. طيب محتاج وقت قد ايه؟ محتاج من 4 ل6 شهور. من 4 ل6 شهور. طب اول ربح هتشوفوا امتى؟ هتشوف من 9 شهور لسنة. من 9 شهور لسنة تبتدي تشوف أول ربح. طب المخاطرة بتاعتك قد إيه؟ زيرو مخاطرة، ما عندكش أي مخاطرة. طيب هل هتحتاج تسويق؟ طبعا تحتاج تسويق. ده مجهود تسويقي. طيب البيزنس ده نديله كام من 10؟ نقدر نديله 10 من 10. نقدر نديله 10 من 10. ليه؟ لأنه ببساطة أنت زيرو ريسك ومحتاج بس إنك تعمل الماتيريال بتاعتك، لكن هو محتاج مجهود في التسويق، فهنديله يعني نقدر نديله 10 من 10. تعالوا نروح للبيزنس اللي بعده هنتكلم عليه، وهو التريدينج أو التداول. طيب ايه اول استثمار انت محتاج تحطه في المجال ده؟ تقدر تبدأ من 50 ل 100 دولار. 50 ل 100 دولار. تقدر تستخدم الحسابات الممولة، وانا عملت فيديو عن ازاي تقدر تستخدم الحساب الممول وتقدر تشتري حساب كبير وتبدأ تتداول. طيب الوقت اللي انت محتاجه علشان تتقن الموضوع ده، هتتحرك على حساب تجريبي، ممكن تحتاج من 3 ل مثلا 5 شهور. طبعا ده معتمد على مدى التزامك. لو انت مش ملتزم لا ممكن تمط معاك، فمهم قوي انك تكون ملتزم. هتاخد منك وقت من حوالي 3 ل5 شهور. اول ربح تقدر تشوفه تقريبا نقول بعد 5 شهور، وتاني ده لو انت ملتزم. المخاطرة، أيوة هنا هيبقى في مخاطرة، هتخاطر من 1 ل 3% من رأس مالك. ده لو مشيت بقوانين المنتور تريدر للتداول، ودي هتلاقيها جوه الكورس. طبعا غير كده المخاطرة تبقى كبيرة، لكن ينفع انك تحد المخاطرة هنا من 1 ل 3% فقط من رأس مالك. طيب هل هتحتاج تسويق؟ لا يحتاج تسويق. طب ده البيزنس ده نديله كام من 10؟ أنا هديله 9 من 10. لكن مش محتاج إنك تسوق للبيزنس ده،
ممكن بعد ما تتعلم تقدر على طول تاني يوم تشتغل، مش محتاج مجهود. خلينا نروح للبزنس اللي بعده اللي انت تقدر تتحرك فيه، وهو الفريلانسنج. الفريلانسنج. طيب انت ايه اللي محتاجه؟ انت كل اللي محتاجه موبايلك، محتاج موبايلك كويس، ومحتاج مهارة تكون انت عارفها عشان تقدر انك تتحرك الفريلانسنج وتتحرك ناحية السايتات اللي تعرض عليها شغلك وتوصل لعملاء. انت محتاج، ينفع تبدأ شغل ممكن محتاج وقت قد ايه؟ ممكن محتاج شهر، ممكن جدا في خلال شهر، اول شهر محتاج شهر بس. طيب اول ربح تقدر توصله ازاي؟ اول ربح تقدر تاخده ممكن برضو من اول شهر. ينفع جدا تعمل كده، ينفع جدا تكون بتوصل وتعمل اول ربح بعد اول شهر. طيب المخاطرة هنا ايه؟ طبعا مفيش مخاطرة، زيرو ريسك. طيب هل محتاج تسويق؟ طبعا تحتاج تسويق عشان توصل لعملاء، خلينا ندخل على البيزنس اللي بعد كده اللي هو الدروب شيبينج. اكتبوا دروب شيبينج. ايه بقى قصة الدروب شيبينج؟ ببساطة انت بتنقي منتج موجود اوريدي رانينج وبتبتدي تسوق له وتبيعه. هل محتاج استثمار اولي؟ انا نسيت الفريلانسنج هديله كام؟ هديله انا ممكن ادي الفريلانسنج برضو انا ممكن اديله 10 من 10. طيب بالنسبة للدروب شيبينج، الدروب شيبينج ايوه هتحتاج هنا استثمار اولي يبدأ من 800 الى 1000 دولار. 800 الى 1000 دولار. محتاج منك وقت طبعا، لان انت هتباك تيست وتعمل تيستنج وتشوف هل فعلا عارف تسوق لهذا المنتج، هل في اقبال عليه الناس بتشتريه. فانت ممكن تحتاج من مثلا من 4 ل 7 مثلا شهور تقريبا. الارقام اللي انا بحطها دي تقريبيه، زائد او ناقص، عشان برضو الدنيا تبقى واضحه طبقا للوضع السوق ومدى التزامك بالتعلم. طيب اول ربح تقدر تشوفه امتى؟ تقدر تشوفه من 7 الى 9 شهور. اول ربح تقدر تشوفه من 7 الى 9 شهور. طيب المخاطرة هنا كام؟ لا في مخاطرة، لان ممكن الفلوس اللي انت حطيتها دي اللي هي من 800 ل 1000 دولار ممكن تخسر. فهنقول المخاطرة هنا حوالي 30%. خلينا نقول كده حوالي 30%. هل محتاج تسويق؟ طبعا يحتاج إلى تسويق. عشان كده هندي البيزنس ده 6 من 10. 6 من 10. طيب خلينا نشوف البيزنس اللي بعد كده اللي هو الاي كوميرس بتاعك. البيزنس بتاعك اللي هو انك ليك منتج بتبتدي تاخده او تستورده وتخزنه عندك وتبتدي تبيعه. طيب هنا انت استثمارك الاولاني كام؟ بيبدأ من 1500 الى 5000 دولار. طبعا رأس مال مش قليل. طيب محتاج وقت قد ايه؟ هنقول من 6 ل 9 شهور. من 6 ل 9 شهور. طيب اول ربح هتقدر تشوفه بعد قد ايه؟ يعني ممكن نقول بعد سنة، بعد 1 سنة طبعا او اكتر. نسبة المخاطرة طبعا نسبة مخاطرة عالية جدا، لان رأس المال بتاعك انت حاطه كبير، فاذا نقول من 70 ل 90% مخاطرة. طيب هل بيحتاج تسويق؟ طبعا يحتاج تسويق. عشان كده هنديله كام في المية في القياس بتاعنا؟ هنديله مثلا 4 من 10. خليني اقول الاتي: اي بزنس اونلاين انا بشوف انها فرصة رائعة جدا، اتعلم وتحرك فيها. لكن زي ما انتم شايفين كده صناعة المحتوى امر رائع جدا، 10 من 10. تمام. مخاطرة 0، رأس مال 0، رائع جدا. طيب التريدينج جميل جدا،
في مخاطرة طبعًا، لو مشيت بالقوانين الصح وإدارة رأس المال اللي باعلمها في كورس المنتور تريدر، هتخاطر من 1 ل3% من رأس مالك. طيب، لكن ركّز في الحتّة دي أوي، لا يحتاج لتسويق، هو الbusiness الوحيد زي ما حضراتكم شايفين اللي مش محتاج إنّك تسوّق له. أي business آخر محتاج وقت إنّك تسوّق، محتاج وقت تسوّق، لكن في مخاطرة أيوه زي ما حضراتكم شايفين. الfreelancing زي ما أنتم شايفين مش محتاج برضه تسويق، مش محتاج مخاطرة لكن يحتاج إلى تسويق. الdrop shipping والe-commerce رائع جدًا، لكن مخاطراتهم عالية جدًا. عشان كده أنا حبيت أعمل الفيديو ده علشان يبقى واضح قدّامكم التفاصيل كلّها. ابتدي فكّر، ابتدي اتحرّك، ابتدي استخدم وقتك صح. بالنسبة لي أنا بارشّح جدًا الtrading. ليه؟ لأن مش كل الناس تقدر تعمل محتوى، ومش كل الناس دلوقتي حالًا عندها مهارة، لكن التريدنج ميزته إنه مش محتاج تسويق. أنت لمّا تتعلم تقدر بكرة الصبح تبتدي تشتغل في السوق. حبيت أعمل لكم الفيديو ده، لو سمحتوا اسمعوه تاني، ابتدي اتعلم إنك تستغل وقتك صح. تواصل معايا، هاسيب في صندوق الوصف الويب سايت، الإيميل، ادخل قناة التليجرام، ابتدي شوف، ابدأ النهاردة في التريدينج. لو عايز الكورس ادخل على طول، ولو حابب تبدأ واتعلمت هسيب لك لينك الحساب الممول، تقدر تبدأ مع شركة حسابات ممولة محترمة وتتحرك ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة.